الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama Palembang. Hari ini Senin tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bersamaan dengan 16 Juni 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Haji Zainal Arifin dan solat akan diimami oleh Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan jawisan ba'da solat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Afshi dengan pembahasan kitab Nasai Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan untuk dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الله وجعل الصالحين أهلها سووا صفوفكم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي قدير لا إله إلا الله لا شريك له الحمد يحيي قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
أجرنا من النار اللهم أجرنا السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا رب يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكتب بالسلامة والعافية علينا وليبلغ الحجاج والغزاة والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مسافرا إلا وصلته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في الصحة والعافية والسلامة وهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zuriyati wa alil baiti wa sarbiya wa likulli minhum wa sahabati ajmain. Khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar Umar Uthman wa Ali wa bagai syarah basyarah bil jannatum larwah. Sayyid Ahmad Zahra, Sayyid Baba Khadijah al-Kubra, Sayyid Ansyadurullah, Sayyid Hasan Maulana Hussein, Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah, Sayyid Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa, Sayyidina Ali bin Ali Khalid Ghazam, wa Sayyidina Fikir Muganda Muhammad bin Ali Ba'ali Jamsadatina Ali Abi Ali bin Ibrahim, wa jami' aimatina Malik Musyafi, Imam Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syuuti, Imam Rafi, Nawawi, Ibn Hajar, Imam Rawli, Imam Jatir Islam, Abu Hamid, Muhammad bin Hamad Ghazali, Usulihim, Furuhihim, Zimma Khusnah, Balhadal Kitab, Imam, Garbi Irsyad, wa Isin Ibad, wal Bilad, Al-Habib Abdullah, Bilad Muhammad Haddad, wa Usulihim, Furuhim, bi Allah yani darajatihim fil jannah, wa yanfa'una barakatihim, wa asrarihim, anwarihim, ulumuna fahadim fid din, wa dunia al-akhirah, bi Allah sulih umurana, wa umur muslimin, ya hawil ahwalan, jamni simina sanhal, بأن الله استبرفعنا البلاء والوباء والغلاء والحرب والزلازل الفتن ما ظهر منها ما بطن بأن الله بلغ مقاصدنا ومقاصد مشايخنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih amma ba'd. Waqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab An-Nasaidiniyah wal Sanamaniyah ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam min asy-syaqa'i arba'un qaswatul qalbi wa jumudul aini wal hirsu wa tulul amal fahtaris min hadhil arba'a. Wa fil hadits al-akhar wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madmumatun wa fiha ghayatud darari wal qalbul ghafir huwa alladhi la yastayqidu wa la yatanabbahu idza waradat alaihil mawa'izu wa zawajir wala yaltafitu ilahi min ghaflati wa sahwihi wa istighalihi bil'ibihi wa lahwihi wa zakhari fi dunya wa tibai hawa wa qala Allah ta'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Fanahu an yakuna min ahlil ghaflah kama nahu an ta'atil ghafilin wa sima'i minhum. Wa masyarul aba wal ikhwan mahad wal akhwat hadirin wal hadirat mustamina mustamiat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang kita sadari maupun yang tidak, baik zahir maupun batin, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diberikan kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa.
i'tikaf di masjid ini dan juga kita menghadiri majlis ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada